فما خبر عرضني ونتمنى من كامل اعماق قلبي انه يطلع صحيح. قال لك ابارامون تونس مش باش تخلي الولاد اللي جايين من الجزائر سيليباتير يدخلوا البلاد. من كل قلبي نتمنى الخبر هذا صحيح وهاني باش نقول لكم عليه. مانيش قاعده نحكي على العائلات والعباد الريسبكتفul اللي محترمين رواحهم كي يجيو لتونس، نحكي على الولاد قليل التربيه اللي ما عندهم كان يجيو يقعدوا يحكيوا بالخايبه على تونس وعلى البنات نتاع تونس، يعملوا في حاجات خايبه يقلقوا في البنات. الماما مش قاعدين يصرفوا في البلاد معناها ما ربحنا منهم حتى شيء. فؤاد كل موسم سياحي ترافقها بعض الشائعات. تحدثني في الكواليس عن الشائعات اللي دارت في بعض الصفحات حول منع الشباب الجزائري من الدخول الى تونس. انت يعني فرصه مواتيه يعني توجه رساله لكل السياح الجزائريين شباب وعائلات. بطبيعه الحال احنا ديما نداء حتى لاخواننا الجزائريين، راهو اذا كان فما قرارات تاخذها الدوله ما ياخذهاش، سامحني مع كل احتراماتي، شخص او انسانه تطلع في الفيسبوك وتقول لا احنا دول محترمه فما قرارات تاخذها الدوله ما ياخذوهاش اشخاص. وهذا يعني يظهر لي كان فما جزائري يؤمن بالاشاعه هذه، انا نفندها تفنيد تام. فما علاقات ممتازه جدا من اعلى هرم السلطه فهمني، وان شاء الله هذا عمره ما باش يحدث. انا نقول لك مرحبا بالاشقاء الجزائريين، العائلات العزاب اللي ما همش معرسين مرحبا بهم. فما فئه من النزول اللي هي تستقبل العائلات، فما فئه من النزول الاخرى هي موجهه للشباب وللعزاب، راهو الناس الكل مرحب بهم، ما فما حتى اشكال من هذايا. وانا نفند معناها وربي يهدي، نقول ربي يهدي اصحاب الاشاعات هذيا، ربي يهديهم. راهو ما بين تونس والجزائر ما ينجم يخلق الفتنه حتى واحد.